أهلا بيكم في قناة فهمناكو. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان ما تنسوش تتابعونا على تليجرام وواتساب. أهلا بيكم في المراجعة النهائية في الإنجليزي. ساعات كده بنحس إن الإنجليزي اللي درسناه في الكتب ده حاجة، واللي بنسمعه في اجتماعات الشغل ده حاجة تانية خالص، صح؟ النهاردة بقى هنمسك القواعد النظرية دي ونحولها لأدوات عملية تخلينا نتكلم بثقة واحترافية في أي موقف بيزنس يقابلنا. السؤال ده مهم قوي. وليه بقى؟ لأنه بيلمس نقطة حساسة عند ناس كتير. يعني ممكن نكون حافظين كل قواعد الجرامر الصم، بس لما نيجي نتكلم في اجتماع بجد أو نكتب إيميل مهم بنحس إن كلام مش طبيعي، ناشف كده. في الدقايق اللي جاية دي إحنا هنبني مع بعض الكوبري اللي هيعدينا من مرحلة مجرد معرفة اللغة لمرحلة إتقانها في عالم البيزنس الحقيقي. طيب دي خريطة الطريق بتاعتنا. أول حاجة هنبص على اللي أبعد من الكتب، وبعدين هنتعلم إزاي كلامنا يبان عفوي وطبيعي أكتر. بعدها هنتجنب أشهر الأخطاء اللي ممكن نقع فيها كلنا، وبعدين هنتجهز لأهم مقابلة عمل، ونختم بإزاي نكتب بطريقة ليها تأثير ومنظمة. يلا بينا. أول محطة لينا هي تحويل القواعد لأدوات عملية. يعني بدل ما نفكر في زمن المضارع البسيط على إنه مجرد قاعدة في كتاب، لا، هنفكر فيه كأداة بنستخدمها عشان نوصف بيها روتين شغلنا اليومي بوضوح. الهدف هنا إن اللغة تشتغل معانا وتخدمنا، مش العكس. بصوا يا جماعة، الطلاقة الحقيقية مش بإننا نحفظ قاموس بحاله، لا، السر كله في التفاصيل الصغيرة، الفروقات البسيطة اللي بتخلي الكلام يبان طبيعي ومقنع. دلوقتي هنشوف أمثلة على ده، زي مثلا إزاي نتكلم عن الفلوس ونستخدم المصطلحات الشائعة صح. الكلام عن الفلوس ده ليه زي شفرة بسيطة كده. يعني بدل ما نقول I paid the coffee، الصح واللي يبين إن الشخص ده متمكن هو إنه يقول I paid for the coffee. ونفس الكلام، إحنا بنصرف فلوس on a project مش in a project. هي دي بقى التفاصيل الصغيرة اللي بتنقل الكلام من مستوى صحيح لمستوى احترافي. نيجي بقى لحاجة مهمة قوي، الإيديومز أو المصطلحات. فكروا فيها كده كأنها لغة سرية بين المحترفين. لما بنستخدمها صح، إحنا مش بس بنقول معلومة، لأ، إحنا بنبين إننا فاهمين ثقافة البيزنس نفسها. تعالوا نشوف كم مثال عملي يوضح الفكرة. كلنا جربنا الإحساس ده، صح؟ لما يكون الديدلاين بيقرب والواحد مضغوط على الآخر، المصطلح ده بيوصف الموقف بالملي. لما نقول في اجتماع we're working against the clock، كل اللي قاعدين هيفهموا فوراً حجم الضغط والسرعة المطلوبة من غير ما نحتاج نشرح كتير. المصطلح ده بقى كلنا عارفينه، piece of cake، يعني حاجة سهلة قوي. ده ممتاز عشان نطمن بيه زميلنا قبل ما يقدم presentation بسيطة، نقول له don't worry it's a piece of cake. بس ناخد بالنا، ممكن يكون مش مناسب لو بنتكلم مع المدير عن مشروع كبير، لأنه ممكن يدي انطباع بالتقليل من حجم الشغل. ده بقى مصطلح استراتيجي جدا. في أي مفاوضات دايما هتلاقوا فيه طرف كده sitting on the fence، يعني قاعد على السور، لا هو مع دول ولا مع دول، ومتردد ياخد قرار. معرفتنا بالمصطلح ده بتخلينا نفهم ديناميكية الموقف ونقدر نتعامل معاه بذكاء. طيب، وصلنا دلوقتي لأخطاء ممكن تبان بسيطة لكنها للأسف ممكن تسبب سوء فهم كبير وتأثر على صورتنا المهنية. هنركز على 2 من أشهر الأخطاء دي وهنشوف إزاي نتجنبهم بسهولة عشان كلامنا يكون دايما واضح ومحدد. هنا الفرق كله بين العادة واللحظة اللي احنا فيها. على الشمال I stay at home on weekends، دي عادة بتتكرر، عشان كده بنستخدم ال present simple. أما على اليمين but today I'm shopping، ده اللي بيحصل دلوقتي بس في اللحظة دي. الخلط بينهم ممكن يغير معنى الجملة تماماً. دي نقطة بتلخبط ناس كتير قوي، بس حلها بسيط. لما نسأل ب past simple زي did you eat dinner، احنا بنسأل عن حدث خلص في وقت معين، خلاص، وقت العشاء عدى. لكن لما بنستخدم present perfect زي have you eaten dinner، احنا مش مهتمين بالوقت خالص، احنا مهتمين بالنتيجة دلوقتي. يعني هل الشخص جعان ولا لا؟ يعني التركيز على امتى مقابل هل هو ده مفتاح الحل. مقابلة العمل، دي اللحظة اللي كل مهارات التواصل بتاعتنا بتتحط فيها تحت الميكروسكوب. في الجزء ده هنتعلم خطوات عملية وذكية عشان نضمن إننا نسيب أفضل انطباع ممكن ونجتاز المقابلة بنجاح. خلي بالكم، مش كل المقابلات زي بعضها. ممكن مرة نلاقي نفسنا قدام لجنة كاملة في بانل انترفيو، أو بنتكلم عن مواقف معينة حصلت لنا في behavior interview. معرفة نوع المقابلة اللي داخلينها هي أول وأهم خطوة عشان نحضر نفسنا صح. دي الخلاصة للنجاح في أي مقابلة. أول حاجة اللبس المناسب، ده أول انطباع بيتاخد قبل ما ننطق بكلمة. تاني حاجة نوصل بدري شوية عشان نهدى ونجمع أفكارنا. تالت حاجة نسمع كويس قوي، ده أهم من الكلام، لازم نفهم السؤال قبل ما نجاوب.
رابعاً، بدل ما نقول أنا مجتهد نحكي عن إنجازاتنا بمواقف وأرقام حقيقية. خامساً، مهم شخصيتنا تبان، هما بيعينوا بني آدم مش روبوت. وأخيراً، بعد ما نخلص نشكرهم بوضوح ونمشي بثقة من غير تطويل في الكلام. التواصل الفعال مش بالكلام وبس. في عالم البيزنس الكتابة هي اللي بتوثق كل حاجة، من أول إيميل لحد التقارير المهمة. وهنا تنظيم الأفكار بشكل واضح ممكن يكون أهم حتى من الجرامر نفسه، لأن اللي بيقرأ لو مش فاهم هيكل الرسالة المعنى عمره ما هيوصل. علشان نكتب فقرة قوية ومنظمة نفتكر دايماً ساندويتش البرجر. التشبيه ده ممكن يبان بسيط بس هو عبقري جداً، وهيخلي أي فكرة عندنا تتقدم بشكل منطقي ومقنع على الورق. يلا بينا نفصصه حتة حتة. هنبدأ بالعيش اللي فوق. دي الجملة الرئيسية بتاعتنا، أول topic sentence. وظيفتها إنها تدي وعد للي بيقرأ وتقول له بالظبط الفقرة دي هتتكلم عن إيه. لازم تكون واضحة ومباشرة زي عنوان المقال بالظبط. بعد كده يجي دور الحشو اللي في النص، ودي الجمل الداعمة. هنا بنقدم الأدلة بتاعتنا، التفاصيل، الأمثلة، الأرقام، أي حاجة تثبت صحة الوعد اللي وعدناه في الجملة الأولى. ده يعتبر قلب الفقرة نفسها. وأخيراً العيش اللي تحت، وهي الجملة الختامية، دي اللي بتقفل الساندوتش. وظيفتها ببساطة إنها تلخص الفكرة الرئيسية تاني وتدي للي بيقرأ إحساس إن الموضوع اكتمل، وممكن كمان تمهد للفكرة اللي بعدها بسلاسة. في النهاية خلونا دايما فاكرين إن إتقان التواصل ده رحلة مستمرة، مش محطة بنوصل لها وخلاص. كل أداة ونصيحة اتكلمنا عنها النهاردة هي مجرد خطوة على السلم ده. الأهم هو إننا نفضل نتعلم ونتطور كل يوم. ودلوقتي السؤال ليكوا كلكم، من كل الأدوات اللي شفناها النهاردة، إيه هي أول خطوة هتبدأوا تطبقوها في شغلكم من بكرة؟ سواء كانت استخدام مصطلح جديد أو تنظيم إيميل بطريقة البرجر، اختياركم ده هو أول خطوة حقيقية في رحلة التطور دي.